صار نقاش قبل فترة في الدليل الشرعي على الانتخابات شنو؟ هم ببالكم اكو شيء يعني من الكتاب من السنة من الإجماع من العقيدة أي شيء كنقاش حول زاوية فضلا عن السياسي. نعم. يعني اكو شو دليل رواية يعني موضوع آية موضوع الشورى موضوع ولاية الإنسان على نفسه هو المنتخب معلش يعني الرجوع إلى الآخر نشاورهم بالأمر بالتالي الناس خب مشاورة من دون انتخاب شو يصير؟ أجي أشاورك لك في أي أمر لكنه من دون أنه لمن يعني هي أصل القضية الولاية الإنسان على نفسه يجي لأنه الإنسان ولي نفسه وبعد ذلك من هاي الولاية المجتمع هم ولي أطعني تكون مثلي ولي نفسه صحيح. وإذا أطاع الله صار ولي نفسه إذا ما أطاع الله لم يكن هو ولي نفسه على كل حال سواء أطاع ولم يطع. هو لا ينطبق إلا على المعصوم سلام الله عليه. لا ولي نفسه يعني الآن أنا ما أقدر أجي أفرض على الإنسان شيء والله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الأفراد على أعمالهم يعني سواء كانت الأعمال أعمال صالحة أو طالحة. خب ولي نفسه فيما يخصه نعم. ما لا يخصه ولا عامة أكو ولاية تكوينية فوقها. اسمحوا لي بعدين إذا تضاربت الولاية النفسية ويا الولاية العامة لا في تصرفات شخصية إنه أنا أسوي حاجة بس لا تعرضها على الدين طبقة الدين فهذا أنت ولي على نفسك ما طبقة يعني هل أنت هو يقطع يده لا أو أنه يفقس عينه مثلا لا يملك أعضاء يبقى التصرف هذا جائز أو غير جائز مسألة ثانية هذه أنه هذا التصرف من ناحية شرعية مثل أموال الإنسان هذه ملك لمن أحكام شرعية تترتب على قلنا نقاش شرعي أحكام شرعية تترتب على المال بس تبقى ملكية المال أنا هذا البيت اشتريته أكو الناس مسلطون على أموالهم صحيح لكن بما يرضي الله لا بما حرم الله غير مسألة الحرم هذا البيت سواء أنا اشتريته من أموال مخمسة أو غير مخمسة بالنتيجة هذا الآن من ناحية التصرف بالأموال مو يجوز التصرف هذا حكم شرعي صار من ناحية شرعية الشارع يرى أنه هذا البيت ملك من يقولون ملك مالك يحسب مالك منه وهذا الشخص الذي اشترى وتصرف به أو يتصرف به ولذلك ما يقدرون لا يبيعوا ولا يشتروا إلا في حالات خاصة. الملك والتصرف أكو ينفصلون أكو ملك من دون أن يجوز له أن يتصرف به أكو ملك مع جواز التصرف صح. احنا نتكلم عن الملك الذي مع جواز التصرف لا جواز التصرف ذاك أحكام شرعية تمام. ملك من دون جواز التصرف شو بيدي كأنه محجور عليه مثل السفيه الذي يملك منزلا لا يمكن أن يتصرف به لا يملك أقدر أتصرف به لكن أفعل حرام مو ما أقدر ما ليس لي حق الصغير ما له حق أن يتصرف بماله يعني لو عنده فلوس هو السفيه السفيه نفس الشيء السفيه والصغير نفس الشيء من ناحية هو لأنه سفيه لا يرتكب محرمات صار سفيه معلش اثنيناتهم لا يجوز لهما أن يتصرفا بأموالهما أما الكبير غير سفيه وغير صغير حتى طلعنا عن موضوع النقاش شنو الدليل على الانتخابات فضلا عن وجوبها أو استحبابها أو حتى إباحتها وجوبها واستحبابها حسب المصلحة يعني وجوب ولاية عامة يحتاج لا ولاية عامة تدري بالعراق ماكو يعني ليش اكو مرجعية طبعا سمعته حتى من إيران ولاية السيد الخامنئي غير شلون يعبرون غير متاحة بالعراق أو في شيء من هالقبيل بالنسبة لإيران نتكلم عن لا ولاية إيران غير منافذة في العراق فإذا بالعراق ماكو ولي منو ينفذ ولايته ويوجب الانتخابات بالولاية ممكن لكن لا ما حد من الآن من المراجع يقول بالولاية العامة الولاية الخاصة فقط معلش عندما تكون هناك يشخص المجتهد يشخص مصلحة عليا لنفسه صحيح؟ وإذا أطاع مع دون ولاية ما يصير حتى تمليك شارع هو أوجب بس أكو بيت يقطع شارع مثلا يقطع للمجتهد الغير يفتي بالولاية العامة أن يفلش هذا البيت حتى يمشي الشارع ما يجوز الولاية العامة تحتاج مثلا يعني هذه فضلا عن الانتخابات يجي قضية الحسب السلب أفتى مراجعا بالانتخابات السابقة أو يجب على كل ذكر وأنثى أن يشترك إذا بلا ولاية مصحح حكم ولاية وليس حكم اجتهادي
على أساس الحسبة والمصلحة العامة من إلا إذا أقول هيك أفتوا بالولاية حتى يفتون بالانتخابات. من الممكن الفتوى بالولاية هذه قضية شرعية وحسب المباني الفقهية بعضهم طبعا طائفة كما هو معروف البعض من عندهم الفقهاء من يؤمن بالولاية ومن لا يؤمن. أنا لا مو اعتراضي على هذا. كلهم يؤمنون بس حدود الولاية طبعا قسم واسع وقسم عضيق. عامة وأكو خاصة صح. ما صليتوا السنة صلاة العيد وصليتوا؟ لا ما عشت للأسف. بس عجب. أنا فقط صليت أول العام. شو تقول؟ قصورا تقصيرا ما أعرف. قصور من المجتمع قصور مني ما أعرف. إيه. أنا من أطلع أصلي جمعة أصلي عيد يصير تصعيد بالوضع السياسي وضع الكذا فتجنبا لهذه الأمور حتى جمعة ما أصلي فضلا عن العيد. يعني تدري شوي خطبي. بس توصل يعني. فأحجم أحسن لي. الخطب توصل بس يقرأها واحد آخر وغيركم. لا هو الآن خطب السيد الوالد تلقى تسهل ألقاها في زمنها نلقيها نضدها ونلقيها. هاي الموحدة يعني والثانية على إمام الجمعة نفسه. هي كما يعني. هي كما هي بس شنو أحاول إذا أكو فد مورد اللي يغير بيه الآن ما صار. إذا أكو فد تغيير يوجب بحيث شيء زمان قديم أو كذا أغير به. بس إضافات. مو ست مناسبة ما يعبرها هسه أكو جمعة لو راح تجي مناسبة على هدم القبور راح نلقيها هي والسيد الطالب الحكومة السعودية ببناء القبور. نرجعها عشان تكون باب لبناء القبور. النظام الحالي يجي شنو جمعة فيها خطبتين. الخطوة الأولى المركزية اللي توزع من قبل المحافظات هي أحد خطب الشيء كل سنة. يعني الأولى كانت خطب الثانية على خطب السيد. الثانية على الخطيب نفسه. الخطبة الأولى هذه ترسل الأولى الخطبة الأولى يعني غير متاحة بالعراق أو ماكو فرق بين الأولى والثانية على فتوى السيد. لو ماكو فرق بس عادة يعني احتراما لخطبة السيد تبقى أولى هي إذا أكثر أقل. يعني مو الخطبة الأولى مالت السيد تبقى كخطبة أولى ولا أي شيء كان. أي خطبة لا أي خطبة كانت الأولى والثانية. نعم. جيد أيضا كان يعني في خطبة قسم من عدها مثل ما أعرف أنا بالضبط بيها سياسة بيها قطعا بس كان أيضا يعني يحاول يفرق بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الخطبة الأولى للقضايا المفاهيم الدينية غالبا صحيح بس كيف الثانية للقضايا الاجتماعية القضايا السياسية القضايا تعارض بعض المشاكل كمنهج واحد يعني كرسالة عملية منهج الصالحين ما يفرق بين انه الاولى سياسية او الثانية. لا بس هم من اجل اجتماعيا المفاهيم اللي يراد تثبيتها في هذه الخطبة او تلك. بس هذا الشيء انه السيد دائما الخطاب السياسي يسوي ممزوج الخطاب الديني يسوي ممزوج بالسياسي والسياسي